وازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايب لك النهارده يا برو فيديو جديد وشرح جديد. جايب لك النهارده يا برو افجر كيبورد في المجال 2025. الكيبورد ده جامد جدا حرفيا يا برو، فيه مميزات جامده جدا مش هتلاقيها في اي كيبورد تاني، وفيها زخارف جامده وسمات جامده جدا. فكل اللي عليك يا برو ان انت تتابع الفيديو من البدايه للنهايه عشان تعرف تستخدم الكيبورد صح وتعرف ايه هي مميزات الكيبورد. بس قبل ما نبدا في الشرح يا برو، انا عاوز كل الناس اللي بتشوف الفيديوهات تبدا تنضم في القناه وتعمل اشتراك. زي ما انت شايف يا برو، القناة لسه صغيرة وعاوز دعم، وانت بلاقي مشاهدات بس مش بلاقي اشتراكات. يعني الناس بتاخد الحاجة وبتاخد التعب اللي انا بعمله ومتشتركش في القناة ولا تعمل لايك ولا اي حاجة من الكلام ده. فانا عاوز دعم يا اخواتي عشان القناة لسه في بدايتها، وعاوز دعم كل اخ واخت. تمام تمام. تاني نقطة يا برو، الكيبورد ده هينزل في قناة التليجرام. وزي ما قلت لك قبل كده، اي حاجه بنزلها في الفيديوهات، اذا كان كيبورد بقى، برنامج، حتى ملف كود، اي حاجه، كل الكلام ده بينزل في قناه التليجرام. وقناه التليجرام هي يا برو، هتبدا تعمل ايه يا برو؟ تبدا تشترك في القناه، وبعد كده تيجي هنا على الروابط. تمام. هيظهر لك هنا قناة التليجرام وقناة الواتساب اللي بينزل عليهم اي حاجة انا بنزلها في القناة. مش بحط لك اختصار روابط ولا كل الكلام ده، انا كل اللي عليك بس ان انت تشترك وتعمل لايك على كل فيديو انت بتشوفه وبتستفاد منه. تمام. نيجي بقى نخش في الكيبورد يا جماعة. الكيبورد هتخش عليه كده. طبعا الواجهة ديت مش بتاعتي، دي بتاعت واحد تاني، بس عشان الواجهة بتاعتي لسه ما خلصتش فانا حبيت ان انا انزل لك الكيبورد على طول. تمام. اول حاجة يا برو هنا هتفعل الكيبورد. تمام. بعد كده تختار الكيبورد، وبعد كده الاعدادات والسمات. وما يجيش واحد بقى يقول لي انت سارق الكيبورد ومعدل عليه، لان الواجهه اهيت يا برو. الواجهه انا عاملها ومجهزها، فاضل بس ان انا اركبها، بس مش فاضي ان انا اركبها والشغل بتاعها. الواجهه انا عاملها اهوت، والكيبورد كله بتاعي، هي بس الواجهه انا ايه مبدلها بواجهه واحد تاني، وما قلتلكش دي الواجهه بتاعتي. هي زي ما انت شايف الواجهه جامده جدا يعني، بس فاضل ان انا اركبها. تمام. هنخش على الكيبورد، وبعد كده يا برو بنخش بقى نفعله، وبعد كده بتخش في شات فاضي تشوف الكيبورد شكله عامل ازاي. نبدأ نخش هنا في شات فاضي ونبدأ نشوف الكيبورد زي ما انت شايف يا برو. اول حاجة هتقابلك هنا الفرعون العادي اللي هو العربي العادي جدا. لو كتبت مثلا هنا اي حاجة فرعون الجزاوي بيكتب عربي عادي جدا يا برو. وهنا الايموشنات اللي بنستخدمها كلنا زي ما انت شايف. تمام. عندك هنا طبعا الحافظة اهي. الحافظيات يا برو بتدوس عليها ضغطة مطولة، وبعد كده بتفعل الثلاث اختيارات دول عشان الحافظة تشتغل معاك. والحافظة شكلها هي يا برو حاجة جامدة جدا زي ما انت شايف. طيب هنا عندك برضو زرار البيست، اخر حاجة انت بتكون حافظها بتدوس عليه هو بيحطها لك. تمام تمام. نيجي نقلب على الصفحة التانية اللي هو الانجليش العادي، برضو شغال وحاجة جامدة جدا. كتبت مثلا هنا اي حاجة، والايموشنات بتاعته اهي يا برو حاجة جامدة برضو، حاجات هتعجبك يعني. نيجي نقلب على الصفحة التانية اللي هو زخرفة العربي، برضو حاجة جامدة. لو كتبت مثلا فرعون الجزاوي زي ما انت شايف حاجة جامدة جدا، والايموشنات بتاعتها وكل الشغل ده. تمام. نيجي نقلب على الصفحة اللي بعديها، دي الصفحة الرابعة اللي هي زخرفة الانجليش. لو كتبت مثلا فرعون زي ما انت شايف يا برو حاجة جامدة جدا. وهنا عندك الهابي مسج زي ما انت شايف يا برو اهو. الهابي مسج كل دول هابي مسج اهو. لو حطينا واحدة زي ما انت شايف، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، سبعة هابي مسج. وهنا عندك طبعا الشات بتاعي، الرقم بتاعي لو عاوز تكلمني او تسأل على اي حاجة في الكيبورد او اي حاجة تانية. وهنا طبعا قناة التليجرام، وهنا قناة اليوتيوب، تشترك فيهم كلهم يا جماعة. تمام. نيجي لاخر حاجة يا برو، هنا الفرانكو حاجة جامدة برضو، مش بتلاقي حد بيضيف لك فرانكو. لو كتبت مثلا زي ما انت شايف كده، بص في الكيبورد هو عربي عادي، يعني بتكتب عربي عادي. يعني مثلا لو كتبت فرعون الجزاوي، انا كتبت بالعربي العادي لقيت الكيبورد بيترجمهولي بالفرانكو زي ما انت شايف. طبعا حاجة جامدة جدا. وهنا طبعا عندك الايموشنات بتاعتها وكل الكلام ده يا برو. طيب نيجي اخر حاجة السمات. لو عايز تغير سيم الكيبورد ده وشكل الكيبورد ده، بتخش هنا كده على الكيبورد، وبعد كده تيجي هنا على السمات، وبتختار اي سيم من التسعة دول. احنا اخترنا اول واحد اللي انت كنت شايفه، ونيجي على تاني واحد، نخش كده على الكيبورد هنلاقيه بالمنظر الجامد ده. نيجي على تالت واحد هيبقى بالمنظر ده يا برو. نيجي على الرابع واحد، حاجة جامدة برضو. سادس واحد، أجمد منهم كلهم.
سابع واحد حاجة رايقة يا برو. نيجي هنا على تامن واحد فاجر برضو. نيجي على اخر واحد والاخير اللي هو رقم 9، حاجة جامدة جدا. شوف بقى اللي انت عاوزه واختاره. وفي كمان برضو مثلا لو اخترنا مثلا رقم 7 مثلا، او رقم، عايز اختار لك اللي هو اللون الاسود، عشان ندير على الاسود هيبقى جامد برضو. تمام، ده الاسود. عايز تغير بقى لون الحروف، بتيجي على ايه؟ بتيجي هنا على الاعدادات، وبعد كده المظهر. تمام، وبتفعل الاختيار ده، وبعد بتيجي هنا على حاجة اسمها لون خط المفاتيح، وبتغير اللون اللي انت عاوزه. زي ما انت شايف الالوان اهي يا برو، بتختار اللي انت عاوزه. يعني مثلا لو عملت ازرق كده ودوست موافق ودخلت على الكيبورد، غير لي اللون اللي انا عاوزه. يعني انت ممكن تتحكم برضو في السمات براحتك يا برو. وكده يا برو وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك. متنساش طبعا تقول لي رايك في الكومنتات عن الكيبورد دوت. وما تنساش طبعا انك تشترك في القناه وتعمل لايك على الفيديو دوت. وكده يا برو وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك، واشوفكم في فيديو جديد وشرح جديد يا اخواتي. كان معكم الفرعون الجزاوي.